اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم طريقه عمل الحواوشي في البيت بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم بجد حكايه. زي ما انت شايفه كده السندوتشات طالعه شكلها يشهي جدا ويفتح النفس. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجه عندي كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه فيها نسبه من الدهون. عندي فلفل الوان احمر واصفر واخضر وفلفل حراق. عندي البهارات بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود وبابريكا، بهارات الحواوشي، وعندي ملح، وعندي بصل مقطعه مكعبات بالشكل ده. محضره عندي الكبه، هبتدي انزل فيها بالبصل مع الفلفل الالوان وابتدي اطحنهم لوحدهم الاول لحد ما ينعموا معايا ويبقى بالشكل ده. هكمل الكميه وبعد كده هجيب عندي اللحمه المفرومه نزلت بيها على الفلفل والبصل مع بهارات الحواوشي. بعد كده هبتدي بقى اطحنهم كلهم مع بعض زي ما انت شايفه بالشكل ده لحد ما يديني الشكل دوت. بعد كده بقى هجيب عندي العيش، انا جايبه عيش بلدي من الافران. هبتدي بقى افتحه من الجنب فتحه صغيره بالشكل ده، وهجيب عندي لحمه الحواوشي كورتها كور وهبتدي بقى افردها جوه رغيف العيش. تفرديها كويس جدا وتملي بيها الرغيف بالشكل ده. لو انت بقى حابه، انا طبعا الفلفل الحراق محطتوش اثناء ما انا كنت بفرم الفلفل في الكبه، علشان في جزء عايز حراق وجزء عايز عادي. فانا هبتدي اوزع الفلفل قطع فلفل صغيره كده، هقطعها واوزعها جوه الرغيف. هجيب بقى عندي ورق الفويل دوت، هبتدي اقلبه على الناحيه التانية عشان لو حطيناه في الناحيه اللي هي بتاعه التسخين ممكن الفويل يتفاعل مع العيش وما يبقاش صحي، فانت قلبيه على الناحيه التانية. جبت عندي ميه مع زيت، هبتدي المع الرغيف بالشكل ده بالفرشه وهبتدي اقفله، واكون مولعه الفرن على درجه حراره 180 درجه. هدخله بقى عندي في الفرن، هبتدي ارصه على الصينيه جوه الفرن. هيبتدي بقى يستوي معايا، هياخد من ناحيه في حدود ربع ساعه، واقلبه على الناحيه التانية ربع ساعه كمان لحد ما يستوي وهيطلع معايا وهيبقى بالشكل ده. مش عايزه اقولك على الريحه والطعم بجد خطير يا جماعه. ابتدي بقى اقطعه وارصه في طبق التقديم واوريهولك. ده شكل الحواوشي بعد ما قطعته، بجد طعمه تحفه، مستوي جدا، العيش نفسه مقرمش وطعمه حلو قوي. طريقته سهله خالص. ودوت الحراق انا وزعت فيه الفلفل الحراق، طعمه شهي مع الخيار والزيتون المخلل، بجد طعمه خطير. اعمليه بنفس الطريقه ديت هيعجبك جدا. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه علشان كل جديد يوصلك من قناه مطبخ فوفا، واستنيني في وصفات تانية كتير باذن الله تعجبك. والف هنا وشفا. سلام عليكم.